انواع الناس اللي بتذاكر غلط. كمل فيديو يمكن تلاقي نفسك واحد فيهم. طبعا انا موطي صوتي عشان الساعة 5:30 الفجر، وقبل ما اكمل فيديو روح صلي الفجر. يصليها بكرة، ما هو الفيديو هنا يبقى صليها بكرة بقى، وبعمل لك انا فيديو بعدين. ده يا عم مش بيذاكر، ده بيعمل ديكوري، يفضل يجيب الكشكول من هنا، على يجيب يلون الاقلام من هنا، ويجيب الهايلايتر هنا، ويرتب كل حاجة، ويجي طب يلا ذاكر. لا يا عم بقى ابدا بكرة. يا عم ذاكر بالالوان دي كلها دلوقتي، وبعد كده بكرة يبقى نشوف هتذاكر ايه. النوع التاني انا بسميه بتاع التلاجة. ده اول ما يفتح الكتاب عقله يقول له كل لقمة صغيرة، يقوم ياكل يشبع ينام. حبيبي المذاكرة معركة، شد حيلك شوية. النوع التالت وده اشهر نوع في مصر، اللي بيذاكر هو النايم. يا عم قوم اعدل نفسك كده، عايزين نجيب مجموع بقى السنة دي. النوع الرابع اللي بيذاكر بصوت عالي، وده مفكر نفسه مظاهرة والجيران بتفتكره بيخطب في البرلمان. يا عم وطي صوتك، المعلومة مش هتهرب منك. بص يا صاحبي، المذاكرة مش بالطرق دي. ذاكر بهدوء وتركيز، ولو عايز شاي اعمل، قهوة اعمل، نسكافيه اعمل، المشروب اللي بتحبه اعمله، مش عايز ما تعملش، وبس كده. وبكده اكون خلصت اللي كنت جاي عشانه. اكتب لي في الكومنتس انت كنت انهي نوع فيهم، وبس كده. كان معاك عبد المنعم ابراهيم، سلام.